يا صباح الفل يا صباح الجمال على عيونكم. بما اننا بقى داخلين على عيد فاقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وننزل بقى وصفه كده من وصفات العيد بتبقى اكيد دي لازم تبقى مهمه وموجوده معانا في العيد. الممبار وتنظيفه طبعا هو بيبقى غلبه. انا النهارده هقول لكم على طريقه تعملوه في اقل من دقايق. انا رشا من اسكندريه وحابه اعرف انتوا بتتابعوني من انهي بلد. يلا بقى كده اكتبي لي كومنت حلو واللايك بتاعك، ويلا نشوف احنا عملنا الممبار اللي زي الفل اللي قدامكم ده في دقايق ازاي، من غير بقى ما تتعبي نفسك ولا تعملي اي مجهود. يلا بينا نشوف الوصفه والطريقه. انا جبت الممبار بتاعي كده زي ما انتم شايفين قدامكم اهو، مش متنضف ولا في اي حاجه خالص. هنزل بربع كوبايه كده من الخل، وعليه كام معلقه ملح كبار، وهبتدي ان انا ايه كده اقلبهم في بعض. هم هياخدوا ويدوا بقى مع بعضهم كده على بال ما اجيب بقى الكبه بتاعتي. والكبه اي كبه موجوده عندكم في البيت هتلاقوا فيها السلاح دوت. هو سلاح خفق زي ما انتم شايفين بقى، يعني خفق دوت بيخفق الكريم شانتيه البيت، حاجه زي كده، بس هتلاقوه موجود. هقطع بقى الممبار بتاعي كده حسب التقطيعه اللي انت تحبيها، وانزلي كده في الكبه بتاعتك، وحطي بقى ملح تاني، واديله كده عصره ليمونه حلوه زي ما انت شايفه، واديله ضربتين مش اكتر، هما ضربتين وهيطلع معاكي الممبار بتاعك زي الفل. بصوا يعني مش بكتر علشان ما يتقطعش منك او يتهري. بيبقى فيه ممبار كده حجمه صغير او رفيع بيتقطع. بصوا بقول لكم طالع مش عايز يتنضف ولا اي حاجه، زي الفل والله العظيم. اخد الضربتين وكل حاجه قدامكم، طالع زي الفل مفيهوش اي حاجه. هاخد بقى الممبار بتاعي وانقعه بقى كده في ميه وملح، واديله عصره ليمونه، وطالع معايا بالعظمه دي كلها. انا جايبها لكم حتى وانا ملياه بالميه عشان تشوفوا حجمه، ومش متقطع وما فيهوش اي حاجه خالص، نضيف وزي الفل. ويا رب كده الفيديو يعجبكم، وكل سنه وانتم طيبين. بما اننا بقى داخلين على العيد الكبير، فهي بقى دي الاكلات اللي احنا هنبتدي ننزلها، والحاجات ايه اللي احنا بنعملها، الممبار بقى والكرشه والحاجات دي. كل سنه وانتم طيبين. يا رب اكون فدتكم كده بالفيديو، ويكون فيديو خفيف عليكم. كنت معاكم رشا السيد، اشوفكم في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين، ويجعله كده عيد كله خير وهنا وسعاده عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.